ايه اكتر حاجه محرجه ممكن تحصل لك في يومك؟ انك تتكلم مع حد وتلاحظ انه بدا يبعد عنك شويه، وده بيكون بسبب ريحه فمك. المفاجاه ان الموضوع مش لازم معجون غالي او غسول فم يكون غالي جدا، لكن في 5 طرق طبيعيه جدا تخلي نفسك منعش طول اليوم. صلي على النبي ويلا بينا. اول حاجه شرب الميه كتير. تعرف ان جفاف الفم هو السبب الاول في رائحه الفم الكريهه؟ لما بقك بينشف البكتيريا بتبدا تشتغل اكتر، تنتج احماض اكتر، وبالتالي الريحه بتبدا تظهر. عشان كده اشرب ميه باستمرار، خصوصا بعد القهوه والشاي. تاني حاجه البقدونس والنعناع. عمرك سالت نفسك ليه دايما بعد الاكل الشرقي بيحطوا بقدونس؟ وده لان اوراق البقدونس والنعناع بيبقى فيها زيوت طبيعيه بتقتل البكتيريا وبتدي نفس منعش. عشان كده انك تستخدمهم بعد الاكل احسن من اي لبان ممكن تستخدمه اصلا. تالت حاجه اكل الفواكه المقرمشه. التفاح والجزر مش بس اكل صحي، دول كمان زي الفرشه الطبيعيه، بيشيلوا البقايا اللي بتسبب ريحه مش كويسه. عشان كده خليهم سناكس بين الوجبات بدل الحلويات. اربعه استخدام خيط الاسنان او السواك. في ناس بتغسل اسنانها كويس جدا لكن لسه عندهم ريحه مش لطيفه، والسبب بيبقى بقايا الاكل اللي بين الاسنان. عشان كده الخيط او السواك بيشيلوا بقايا الاكل اللي الفرشه مش بتوصل له. عشان كده الحل انك تستخدمه مره واحده في اليوم كفايه قوي. خامس حاجه توابل طبيعيه زي القرنفل او القرفه. القرنفل والقرفه مش بس نكهات، دول مواد طبيعيه بتقلل نمو البكتيريا في البق. عشان كده جرب تشرب شاي بالقرنفل، والنتيجه هتبقى نفس منعش طول اليوم. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام.